النهاردة هنعمل مع بعض الطعمية من الأكلات الشعبية الجميلة جدا، ما نقدرش نستغنى عنها في أي فطار، بالذات لما تكون سخنة. وهنعرف ازاي نفرزها ونشيلها في الفريزر مدة كبيرة. قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجه انا معايا نص كيلو من الفول المدشوش منقوع لمده ليله كامله، وبصلايه ومعلقه توم كبيره، ومعايا ربع من كل ربطه من الكزبره، الشبت، الكرات والبقدونس. الكميه اللي انتوا شفتوها بالظبط في الفيديو هي دي اللي احنا عايزينها. انا مش عايزه كتير، حبه صغيرين علشان ما تبقاش لونها اخضر معايا قوي، لان انا عايزه لونها يكون طبيعي جدا زيها زي اللي بيكون في المطعم. هتشوفوا اصلا اللون بالظبط اللي هيطلع. هنجيب الكبه بتاعتنا نحط الكميه على قد حجم الكبه، بتحطوا الكميه المتوفره. انا حطيت شويه وخليت شويه من الخضره وشويه من البصل، وحطيت شويه يعني. فضلت اخلط فيهم جامد جدا في الكبه لحد ما اتاكدت ان كل المكونات اتفرمت. لو حسيتوا ان الحاجه فوق كده في الكبه طلعت وما حسيتوش اتفرمت، بالمعلقه كده زي ما انا عملت وتنزلوها بس. وشوفوا بص اللون عامل ازاي، شايفين قد ايه هي خضرة طبيعي، لا غامقه ولا اي حاجه خالص. نجيب المضرب بتاعنا وهنفضل نعمل كده بالظبط، نضربها كويس عشان تبقى هشه معانا زي المكنه بالظبط اللي بتبقى موجوده في المطعم. هي دي الفكره، ان انت بتفضلي تقلبي فيها جدا لحد ما تبقى هشه. بصوا شايفين اصلا فرقت دلوقتي عن ما كان في اول الفيديو لما وريتها لكم. كل ما هتضربي فيها كل ما هتبقى هشه اكتر. انا حبيت بصراحه اعمل الطعميه التقليديه من غير حمص ومن غير اي زيادات، زيها زي اللي في المحل بالظبط، مفيش اي فرق. بصوا بقت هشه ازاي معايا. انتوا اكيد حاسين باللي انا حاساه وانا بقلب. طب انا دلوقتي عايزه هخزنها ازاي؟ هتجيبوا الكيس او العلبه اللي هتخزنوا فيها، ويستحسن طبعا اكياس بتاعه التلاجة، وهنحط الكميه اللي انتوا حابينها بتستخدموها الصبح او في الميعاد اللي هتاكلوا فيه يعني، من غير اي بهارات ولا ملح ولا اي حاجه خالص، زي ما هي كده زي ما اتعملت بالظبط. لو حطيتي اي بهارات او حطيتي اي ملح هتسود معاكي وهتطلع من الفريزر هتلاقيها سودا. انا طلعتهم ما كانش فيها اي حاجه خالص. انا عملت معاكم كده قدامكم. جبت حبه من الطعميه وحطيت عليها رشة من الشطة ومن الفلفل الاسود والكزبرة والكمون وحبة ملح، وضفت كمان حبة من بيكربونات الصوديوم. بصوا شايفينها هشة ازاي؟ ده الملح انا قلت لكم هنضيف ملح طبعا عشان ما تبقاش عادمة معانا. هعمل معاكم كذا فكرة. عملت الطعمية المحشية، جبت شوية من الفلفل الحامي، الخلطة اللي انا كنت عاملاها قبل كده معاكم في القناة. لو حابين ان انا اسيب لكم اللينك في الكومنتات او في البايو هعمل دوت. وهنبططها كده زي ما انتم شايفين زي الراجل بالظبط. وهنكون مسخنين الزيت على درجة متوسطة، لا حامي قوي ان هو يحرق الطعمية اول ما تتحط، يكون بارد قوي الطعمية ما يتحسش بالسخونة الزيت. وكمان عملت طعمية سمسم الابيض مش المحمص، وكزبرة كمان. فيها كذا فكرة تقدروا ان انتوا تشكلوا فيها وتعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. بصوا شايفين لونها تحفة ازاي، وازاي ما فرشتش مني خالص في الفيديو ولا باظت ولا مثلا حسيت انها احمرت مني جامد. طول ما الزيت على درجة متوسطة هتبقى زي المطعم بالظبط. هنفضل بقى نقلب فيها على الجنبين لحد ما تستوي ونتأكد انها استوت من جوه كمان. طبعا انتوا لو عندكم اير فراير، الناس بقى الهيلثي ما تحطهاش في الزيت، رشه زيت بسيطه خالص عليها وتحطوها في الاير فراير، هتطلع برضو مقرمشه وتطلع جامده جدا. انا حبيت اعملها زي المطعم بالظبط. شايفين بقى جمال اللون؟ بصوا قد ايه تحفه، وهوريكم ازاي مقرمشه في الفيديو اصلا. مش محتاجه اقول لكم افكار بقى للفطار بتاعنا، انتوا كلكم شطار واشطر مني كمان. تقدري تجيبي طماطم مخلله، بتنجان مخلل، ولو حابين طريقتي في المخلل انا ممكن اعمل لكم وانزل لكم فيديو، بس اكتبوا لي في الكومنتات لو حابين. بصوا شايفين الجمال ومستويه ازاي من جوه؟ بجد يا جماعه كانت مقرمشه جدا، وهسيب لكم في الفيديو دوت صوت القرمشه عامل ازاي. بس حقيقي مهما كلنا طعمية من بره البيت هيفضل القرص الطعمية البيتي احلى مليون مرة. خلي بالكم رمضان جاي وهتحتاجوا الفيديو دوت في السحور، بدل ما كل شوية تنزلوا تجيبوا، اعملوها في البيت اسهل واسرع، وكل يوم تطلعوا من الفريزر اللي احنا خزناه مع بعض، وهتكون اسهل كمان احلى مليون مرة من بره. وكده نكون خلصنا. ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.